السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ لو معاك فلوس تشتري ايفون 17 ولا تدخل في عالم السامسونج؟ النهارده المقارنة مش ارقام، النهارده المقارنة عقل وتجربة وفلوسك بتروح فين. قول انك مش ماسك موبايلات بس بتقارن ما بين حاجات زي تجارب المستخدم ومكان الشركات ومنطق الشراء. اول حاجه يا سيدي هنخش على التصميم والشكل. ايفون 17 ابل ماشيه بنظام ما تغيرش حاجه والناس هتحبها، بس ماشيه بنظام نظافه وشكل وكمان خامات نظيفه وتحس انك ماسك حاجه قيمه ومناسب للناس اللي بتحب البساطه في التصميم. هنخش على سامسونج اس 26 الترا. سامسونج هنا بتقول لك خد كل حاجه بس مره واحده. ازاي يعني؟ هتاخد شاشه وقلم وحجم يقول لك انا موجود. الموبايل ده يملى الايد للي بيحس بالقوه. خلاصه هنا ان الايفون 17 موبايل استعراض والسامسونج 26 الترا هو موبايل استخدام. تاني حاجه معانا هنخش على الشاشه. طبعا فرق فريمات وسطوع واستخدام اليومي، مين بيفرق مع الارقام ومين لا. وفي الاخر عينك مش هتحس بفرق غير وانت مدمن ارقام.